ليه احيانا بتدخل ويب سايت وتحس ان الويب سايت ده شكله فخم وحلو جدا وعينيك مرتاحة فيه وكل حاجة واضحة قدامك كده، بالرغم ان شكل الويب سايت نفسه بسيط جدا؟ في الفيديو ده هنفكك واحد من احسن الامثلة على نوعية الويب سايتس دي، وهو ويب سايت ابل. هنشوف الاول بشكل نظري ايه المبادئ اللي هم عاملينها عشان يوصلوا بالويب سايت للشكل البريميوم ده، وازاي وصلوا لك احساس ان انت بتشتري منتج فخم فعلا. وبعد ما نخلص الجزء النظري هنخش في التطبيق على ووردبريس، هنعيد بناء اجزاء من ويب سايت ابل فروم سكراتش تماما على ووردبريس. يعني هنبدا من صفحه جديده تماما ونطبق كل اللي انت هتفهمه بشكل نظري بشكل تطبيقي بقى في ووردبريس. فبعد الفيديو ده هتفهم ازاي الويب سايتس دي بتتعمل وازاي تطبق الكلام ده في شغلك، وطبعا هتشتغل مع نوعيه عملاء افضل بكتير من اللي بيحتاجوا نوعيه الشغل ده وبيدفعوا فيه فلوس اكتر. فالفيديو ده هيكون جزئين: جزء نظري اللي انت بتبني فيه العقليه من الاخر، مش محتاج تولز معينه او مش محتاج لغات برمجه معينه عشان تطبق، انت بتبني عقليه، بتبني حاجات نظريه فقط. والجزء التاني هيكون خاص بالناس اللي شغالين على ووردبريس وهيعيدوا بناء الويب سايت على ووردبريس. لو انت اول مره تشوفني، انا نور، بنيت اكتر من 30 ويب سايت على ووردبريس لعملاء من دول مختلفه، والفيديو ده جزء من سلسله بنحلل فيها افضل الويب سايتس في العالم ونعيد بنائها على ووردبريس. الهدف من السلسله ديت مش التقليد طبعا، الهدف من السلسله ديت ان احنا نبني العقليه ونفهم ازاي الويب سايتس دي بتتعمل. لو مهتم بنوعيه الفيديوز ديت ما تنساش تشترك في التشانل. قبل ما نبدا في التنفيذ خلينا نفهم الويب سايت ده مبني ازاي اصلا من غير ما ننسخه حرفيا. يعني انت دلوقتي اسهل حاجه ان انت تعمل كده، تفتح الانسبكتور وتشوف مقاس كل حاجه وتشوف الوان كل حاجه وتقلدها عندك بالظبط، بس مش ده الهدف. فخلينا نبص على الويب سايت اكننا بنبنيه من الصفر. اول حاجه نقدر ناخد بالنا منها هي الفيجوال هيراركي. ابل محدده لك بالظبط انت المفروض تبص على ايه، ده اسمه الفيجوال هيراركي او التسلسل البصري. فلو انت بصيت هتلاقيهم مكبرين العنصر ده تماما، اللي هي الصوره اللي فيها الايفونز، وبعدين هتلاقي تاني حاجه بتشد عينك هو التايتل، وتاني حاجه بعد كده هو الديسكريبشن، وبعدين الزرار بتاع ليرن مور. فهم كده رتبوا لك انت المفروض هتبص على ايه الاول. قاعده ثابته في الفيجوال هيراركي ان انت بتخلي حاجه واحده بس اليوزر المفروض يبص عليها، وبعدين الحاجه اللي بعديها، وبعدين الحاجه اللي بعديها، وهكذا. حتى لو كل الحاجات اللي عندك مهمه، يعني لو كل الحاجات اللي عندك مهمه وانت برزت كل الحاجات دي بنفس الحجم او بنفس الشكل، فاليوزر مش هيعرف يبص على ايه. لو كل حاجه بقت مهمه فمفيش حاجه هتبقى مهمه. تاني حاجه بعد كده هي المسافات. ابل معتمدين جدا المسافات ومش بيحاولوا يزحموا الويب سايت نهائي. يعني لو بصيت للسكشن ده كانوا ممكن عادي جدا يضيفوا الايفون والماك بوك والايباد وكل البرودكتس بتاعتهم في الهيرو سكشن، بس هم مش بيعتمدوا المبدأ ده، هم بيعتمدوا على مبدأ الوايت سبيس المبالغ فيها شوية، وهم ظابطين الموضوع ده جدا. يعني هتلاقي سكشن الايفون لوحده وفي مسافات بين كل حاجة والتانية، بعديه سكشن الايباد لوحده برضه نفس الكلام، وهكذا في اي حتة في الويب سايت. مستحيل تلاقي حتة في الويب سايت مزحومة بعناصر كتيرة. حتى لو رحنا البيج تانية تماما هتلاقي برضو معتمدين المسافات جدا جدا جدا. تالت حاجة عندنا وهي التايبوجرافي وطريقة كتابة ابل للكونتنت. ابل مستحيل تلاقيهم كاتبين ديسكريبشن طويل جدا غير لو صفحة برودكت معين بيوصفوا فيه حاجة، فهتلاقي ان التايتل كده واخد مساحة معينة، الديسكريبشن واخد مساحة معينة مش مبالغ فيها، فمش هتحس ان ده تايتل وده ديسكريبشن اصلا. فهتلاقيهم بيخلوك تقرأ كل الكلام من غير ما تمل. الحاجة الرابعة وهي اعتمادهم على الصور. لو بصيت هتلاقي ان ابل معتمده بشكل كبير جدا في الويب سايت بتاعها على الصور. يعني لو بصيت للسكشن ده مثلا هتلاقي اللي بيشدك في السكشن هي الصوره وطريقه عرضهم للحاجه. يعني مثلا بص الجزء بتاع الايباد، هتلاقي الايباد طالع من السكشن كده، فده اللي بيميز برضو ابل جدا. الحاجه الخامسه وهي الكونسيستنسي. لو بصيت لاي عنصرين عند ابل هتلاقيهم بنفس الشكل بالظبط. يعني بص كده للكورد بتاعه الابل ووتش دي والابل ووتش دي، هتلاقيهم زي بعض جدا. يعني حتى في الصوره هتلاقيهم مصورين الساعه بنفس الزاويه بالظبط، نفس حجم التايتل، نفس حجم الديسكريبشن، نفس حجم الزراير اللي تحت. لو رحت لأي بطاقة تانية أو أي حاجات شبه بعضها هتلاقيهم برضو مطبقين مبدأ الكونسيستنسي. والكلام ده مش في البطاقات اللي جنب بعضها بس، يعني أنا لو دخلت على أي منتج تاني هتلاقيهم ضايفين نفس السكشن ده بنفس المقاسات بنفس الأحجام بنفس كل حاجة بالظبط. فهنا هم طبقوا مبدأ الكونسيستنسي، وده مبدأ مهم جدا لأي ويب سايت عشان يبان كلين ومنظم. فهم من الآخر مش عاملين حاجة خرافية أو حاجة ما اتعملتش قبل كده، هم بس مطبقين أساسيات الويب ديزاين. لو أنت طبقت نفس الأساسيات اللي هم مطبقينها هتوصل لنتيجة أحلى كمان. أحلى كمان دي فلتت مني، بس يعني هتوصل لنتيجة كويسة. الخطوة اللي بعد كده إن احنا هنبدأ ننفذ كل اللي احنا شفناه بشكل نظري على ووردبريس. عشان نفتح ووردبريس أول حاجة احنا محتاجين هوستنج، فالهوستنج اللي أنا هستخدمه هيكون كلاود ويز.
كل اللي انت هتعمله ان انت هتخش على اللينك اللي موجود في البايو، فاللينك ده هيوديك لصفحه التسجيل في كلاود ويز. كل اللي انت هتعمله ان انت هتستخدم كود خاص من نور منصور، هيديلك 3 ايام مجانيين بالكامل من غير ما تستخدم كريدت كارد، وبرضه هيديلك 25% خصم على اول شهرين ليك في كلاود ويز. هتبدا تسجل بياناتك دي وبعدين تعمل ساين اب. انا هبدا اسجل البيانات دلوقتي وبعدين نفتح الداشبورد بتاعت كلاود ويز. بعد ما تسجل حسابك في كلاود ويز هيفتح معاك الداشبورد دي. هتلاقي عندك على السايد بار حاجتين، فليكسبل واوتونوموس. دول انواع السيرفرات اللي عندك. اوتونوموس اقوى بكتير من فليكسبل بس بيكون اغلى طبعا. فانا هروح للفليكسبل وبعدين هروح لماي ابلكيشنز وبعدين هبدا ان انا اضيف ابلكيشن. فهدوس هنا على اد ابلكيشن وبعدين هختار ان انا عايزه يكون ووردبريس لان كلاود ويز بينزل ووردبريس بضغطه واحده. وبعدين هديله اسم مثلا، بيقول لك اختار الابلكيشن ستاك. هتلاقي عندك اللايتنج ستاك والهايبرد ستاك. اللايتنج ستاك ميزه بتخلي الويب سايت بتاعك اسرع، فانا هختارها عادي. وبعدين هتختار السيرفر بتاعك من هنا، ديجيتال اوشن او اي دبليو اس او ايا كان السيرفر اللي انت عايزه. وبعدين هتختار حجم السيرفر بتاعك. هتنزل تحت خالص كده هتلاقي الحجم بتاع السيرفر بتاعك واللوكيشن بتاعه. بعد ما نخلص كل الكلام ده هتدوس على لانش ناو. هتلاقيه بيقترح عليك بلجنز يضيفها لك. انا عايزك تسكيب ده تماما، مش هنضيف اي بلجنز من اللي هو هيقترحها. هتلاقيه فتح معاك الصفحه دي وبدا يضيف لك السيرفر. الموضوع هياخد معاك حوالي 7 دقايق وبعدين هيفتح معاك. في السبع دقايق دول لو انت حاسس ان انت مستفاد لحد هنا والفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في التشانل عشان تشوف محتوى تاني من نفس النوعيه. بعد ما السيرفر يفتح هتلاقيه عندك بالشكل ده. هتدوس على ايكون الويب سايت دي وهتلاقي فيه فعلا ويب سايت اتضاف وعليه ووردبريس هنا. فهتدوس هنا وهتلاقي الادمن بانل واليوزر نيم والباسورد بتوعك، فهتفتح عادي وتسجل دخول على ووردبريس. بعد ما تفتح معاك الداشبورد هتروح لبلجنز وتعمل اد نيو بلجن وتضيف اليمنتور، وهتروح لبيجز وتعمل اد نيو بيج وتضيف البيجز اللي احنا هنستخدمها او اللي انت هتستخدمها. انا عن نفسي هعمل 2 بيجز، الهوم والابل ووتش. بعد كده هتيجي للبيج بتاعتك وتعمل اديت وذ اليمنتور وبعدين نبدا بقى في التنفيذ. هنرجع لويب سايت ابل تاني ونشوف السكشن اللي احنا هننفذه دلوقتي. لو بصيت للسكشن ده هتلاقي ان السكشن ده سكشن فيرتيكال، كل العناصر محطوطه تحت بعضها، عباره عن تايتل وديسكريبشن وزرار وصوره فقط. فاول حاجه انت هتاخد الصوره اللي هم حاطينها، هتيجي هنا وتعمل ان انت تنسخ لينك الصوره دي او تسيفها. انا هنسخ اللينك سريعا وهستخدم الصوره دي كلينك في ووردبريس، هقول لك دلوقتي برضو ازاي. المهم ان انا هاجي الاول على السكشن واختار السكشن ده وبعدين هختار السكشن اللي السهم بتاعه نازل لتحت عشان نعمل نفس اللي هم عاملينه بالظبط. اول حاجه هم عاملينها ان السكشن ده العرض بتاعه كامل بس هم مقيدين العناصر دي جواه. فهتيجي على اد element وتضيف كمان كونتينر كده، والكونتينر ده هو اللي هنضيف جواه التايتل والديسكريبشن والصوره. فهرجع تاني واضيف heading وبعدين هضيف description اللي هو text editor وبعدين هضيف الزرار بتاعنا عشان اقيد حجم الكونتنت ده. عشان نعمل الشكل بتاع ابل ده هتيجي الكونتينر ده تاني وتصغر العرض بتاعه كده، تخليه مثلا 30%. وعشان الكلام يكون في النص فهرجع للسكشن الام تاني واخلي align items center. بس كده كده انا الكلام بقى عندي في النص هنا برضو، وهخلي الكونتنت ده center والزرار نفسه center. وبعدين ارجع للستايل بتاعهم بعد ما نضيف الهيرو سيكشن او الصورة بتاعت الهيرو سيكشن. هاجي هنا وهخلي الصورة دي ليها ارتفاع معين، let's say ان هو هيكون 700 بكسل. وهتيجي على advanced هنا وهتعمل بادنج فوق مثلا 60. وهتيجي هنا عشان تضيف الخلفية بتاعت السكشن نفس الخلفية بتاعت ابل، هتدوس على ستايل وبعدين تختار الصورة اللي احنا لسه واخدينها. فانا هدوس هنا وهدوس insert from URL وبعدين هضيف اللينك بتاع ابل واخد الادرس بتاع الصورة. طيب كده لو انا عملت insert هيجيب لي الصورة بتاعت ابل. ليه مش ظاهرة؟ لان انت في البوزيشن هتخليها سنتر وهتخلي السايز بتاعها كفر بوم. فكده انت ضفت السكشن اللي هم ضايفينه. هنعمل ايه بقى عشان الكلام ما يجيش على الصورة؟ هاجي هنا على الارتفاع ده تاني وازوده شوية، فكده انا هكون تجنبت ان الكلام يجي على الصورة. نقفل دي برضو كده تمام. كده السكشن ده تمام او الصورة في السكشن ده تمام. يعني تيجي بقى للكونتنت نفسه. ابل مستخدمين فونتس هادية جدا زي فونت بوبنز. انا هختار الفونت بتاع بوبنز، اجي هنا للتايبوجرافي واختار من هنا الفونت بتاع بوبنز. اغير اللون ده برضو طبعا، اخليه لون اسود صريح واسميه مثلا تفاحة فون. واخلي التاج بتاع التايتل ده H1 لان ده اول تايتل في البيج،
وهكبر الحجم بتاعه والوزن بتاعه شوية. الوزن هخليه بولد، والحجم هخليه 40 مثلا. هو كان 40 هخليه 50. اكبر عرض السكشن شوية لان هو الكلام داخل في بعضه، اخليه 40. وهاجي للديسكريبشن، هم مكبرين الديسكريبشنز بتاعتهم، يعني مش بيتعاملوا مع الديسكريبشن معاملة الديسكريبشن اللي هو مثلا يكون 15 بكسل او 14 بكسل. هتلاقي الديسكريبشن حجمه قريب من التايتل. فانا هعمل نفس الحاجة، الديسكريبشن ده تقريبا 25، فهاجي هنا واكتب ديسكريبشن برضو بسيط زي ما هم عاملين، وهخلي الديسكريبشن ده برضو بوبنز. خلينا نرجع نكبر دي شوية، خلينا نقول ان هي تثبت على 45. لون الديسكريبشن ده محتاج ان هو يغمق شوية، مش لازم يكون رصاصي كده. وهخلي الحروف قريبة من بعضها شوية. ده هعمله من هنا، هخلي دي سالب مثلا واحد، سالب واحد، تمام، عشان الموضوع ما يأفورش. وهتيجي تخلي الباراجراف سبيسنج دي صفر عشان ما يضيفلكش بادنج تحت الباراجراف ويكون في عدم تناسق بين المسافات بين كل حاجة والتانية. هتيجي هنا وتخلي الزرار ده بقى هتكتب مثلا عليه learn more. وعشان توصل للشكل بتاع ابل ده، هم كل اللي هم عاملينه ان هم ضايفين بوردر راديوس. الموضوع بسيط جدا يعني. هتيجي هنا وتخلي البوردر راديوس 25، وتخلي اللون ده الازرق بتاع ابل او ايا كان. يعني احنا بقى مش لازم نقلد الالوان برضو بالظبط، خلينا نختار اللون ده مثلا. وبرضو هختار الفونت يكون بوبنز. لو لاحظت هتلاقي عند ابل الزراير نفسها جواها مساحات كبيرة. يعني بص كده، هتلاقي فوق ليرن مور وتحت ليرن مور في مساحة جوه الزرار نفسه. فده انت هتعمله هنا من البادنج. هنخلي مثلا توب 16 وتحت 16 برضو، و20 20. فكده هتكون وصلت لشكل قريب من الزرار ده. هما مكبرين برضو الزراير شوية. واخلي وزن الفونت هنا حاجة رفيعة جدا زي نورمال مثلا او اقل. نورمال تمام، فمش هقللها عن كده. بس فانت كده قربت من شكل الهيرو سيكشن جدا. هنبدأ بقى نشوف ايه اللي ناقص ونعمله. هنلاقي ان هنا المسافات احنا عاملينها اكبر منهم شوية، فهخليها 10 بكسل. مع اني حاسسها كده اتخنقت، فخليها 15 بكسل. هصغر الديسكريبشن ده شوية لان حاسه كبر مننا جامد. خليه 24. ناقص بس ان التايتل ده ما يكون بولد، يكون سيمي بولد، لان هما مش بيخلوا الحاجات بولد وصريحة قوي كده في الويب سايت بتاعهم. بس فهتلاقي ان انت قربت من الشكل بتاع ابل جدا. عشان برضو نتخيل الصورة كاملة، فخلونا نعمل برضو الهيدر اللي هم عاملينه، بحيث اما نيجي نقارن بين السكشنز نلاقي ان الصورة معانا كاملة. انت عشان تضيف الهيدر بيكون معاك حاجة في Elementor اسمها Theme Builder، بس دي مش بتشتغل غير في Elementor Pro. فبديل للثيم بيلدر ده بننزل بلجن تاني اسمه UAE، او اي بلجن عامه بيديلك اوبشن ان انت تضيف هيدر للويب سايت. بس البلجن ده انا جربته فهستخدمه. اعمل له انستول كده، اكتيفيت، وبعدين بعد ما يحمل هلاقيه هنا في السايد بار. فهروح هنا وادوس على هيدر وفوتر، وبعدين هدوس اد نيو وهكتب هيدر، وبعدين هقول له تايب اوف تمبلت ده هيدر، وبعدين اعرضه في الويب سايت كامل. يعني هتعمل نفس الاعدادات دي بالظبط عشان الهيدر يظهر لك، وبعدين تدوس ببلش، وبعدين تدوس edit with elementor. دلوقتي الهيدر بتاع ابل بسيط جدا. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نعمل سيكشن فيه صورة، منيو، والسيرش ده. فهنرجع كده تاني، هنضيف كونتينر بيحقق لنا الشروط دي. هضيف مثلا الكونتينر اللي هو ايه اقرب حاجة للشكل هنا ده مثلا، وهضيف هنا صورة على الكونتينر اللي على الشمال هنا صورة، وهضيف هنا منيو. بس انا هنا بقى هسميها مثلا ايكون ليست لان احنا ما عندناش بيجز في الويب سايت، وهخليها انلاين كده، وهخليها سنتر، وهاجي هنا اكتب سيرش. انا بس السيرش هنا هخليها ايكون. تمام. دلوقتي اول حاجه هنضيف اللوجو بتاعنا على الشمال. هبدا اظبط بقى الهيدر زي ويب سايت ابل بالظبط. هخلي اللوجو ده 30 بكسل مثلا، وهاجي هنا على السكشن الاساسي نفسه واخلي العناصر كده سنتر سنتر، وهاجي هنا الليست دات هخليها بفونت بوبنز، واشيل الايكون منها طبعا، وهديها اسماء بقى حقيقيه. طيب هاجي هنا بقى اظبط المقاسات. يعني اللوجو مش محتاج الحجم ده كله، فانا هخليه 10% او اقل كمان، 5% مثلا. وهزود الحجم بتاع المنيو اكتر، هخليه هو اكتر حاجة واخدة مساحة 90%. والجزء بتاع السيرش برضو مش محتاج المساحة دي كلها، فهخليها 5%. هتضيف بقى هنا مسافات بين العناصر وبعضها، لان في ابل هم ضايفين مسافة بين كل عنصر والتاني، مسافة كبيرة يعني. فانا هزود هنا المسافة بحيث نطبق مبدأ المسافات برضو.
وهصغر حجم الخط، يعني هخليه هنا 14 مثلا او مش 14. طيب هاجي هنا بقى على كل سيكشن من دول او كل كونتينر من دول وافك البادنج بتاعه عشان يتصفر. ممكن نصغره اكتر من كده من خلال ان احنا نصغر اللوجو نفسه، لان اللوجو هو اللي رافع حجم السيكشن. فخلينا نقول ان احنا هنخليه 20. لو انا حابب اصغره اكتر من كده هاجي هنا واخلي دي 5 بكسل واخلي دي 5 بكسل، بس كده صغر جامد. فخلينا نقول ان هي 8 كده. البنية بتاعة الهيدر نفسها ضن. بس ازاي نعمل بقى الافكت بتاع البلور ده؟ يعني لو احنا عملنا سكرول كده في ويب سايت ابل هتلاقي ان الهيدر عليه بلور. ازاي تعمل ده في ووردبريس؟ اول حاجة هتيجي للتابة بتاعة ادفانسد دي وتدي الهيدر ده كلاس كده، وبعدين هتنزل تحت بقى هتلاقي كاستم سي اس اس دي برضو في اليمنتور برو. فعشان نعملها بشكل مجاني او نضيف السي اس اس بتاعنا بشكل مجاني هتعمل بابلش الاول، وبعدين هنطلع بره خالص، وبعدين هنعمل كاستمايز للبيج دي. هتلاقي برضو سيكشن سي اس اس موجود هنا. لو انت عايز الهيدر يكون بلور كل اللي انت هتكتبه هو الكود ده. كل اللعب في حتة ان انت تخلي فيه باك دروب فلتر بلور وتخليه مثلا 20 بكسل. لو انا عملت كده بس فطبعا احنا مش هنعرف نشوف هل هو بلور ولا لا، لان الهيدر هيكون ثابت فوق. فاللي احنا عايزين نعمله برضو في نفس الوقت ان الهيدر يكون ستيكي كده زي ويب سايت ابل برضو. فده انت بتعمله من خلال ان انت تخلي البوزيشن فيكسد وتوب زيرو عشان يفضل ستيكي فوق. فاعمل كده وادوس ببلش وبعدين نتشيك هل الدنيا دي ظبطت ولا لا. هنلاقيه فعلا بقى ستيكي. طبعا احنا مش شايفينه لان في البار ده، بس لو فتحت اي بريفيو كده تانية هتلاقي الدنيا مظبوطة. لو انا حاولت انزل جدا هتلاحظ ان في جزء ازرق اللي هو الزرار يعني بيبان بسبب البلور. طبعا بعد ما خلينا الهيدر ستيكي بقى الكونتنت ده لازق في الهيدر. فاللي احنا عايزين نعمله ان احنا نزود للسكشن ده. هفتح كده الاستراكشر وازود البادنج اللي في التوب للسكشن ده، هخليه مثلا 120 بس. ماشي، خلينا نشوف ايه السكشن اللي بعد كده. السكشن اللي بعد كده نفس الفكرة او نفس السكشن بالظبط. هما كل اللي هم عاملينه ان هم مغيرين الكونتنت بس. فاختصارا للوقت انا هسرع الفيديو في الحتة دي وهعمل نفس السكشن ده سريعا. بس كل اللي انا هعمله حرفيا ان انا هنسخ السكشن ده كده، اعمل منه نسخة دبليكيت وهغير الكونتنت اللي هنا فقط، مفيش حاجة جديدة. إيه اللي هم عاملينه برضو؟ هم ضايفين مسافة بالمارجن باللون الابيض كده بين السكشن ده وده. ده كده بعد ما خلصنا الهيدر والسكشن الاول والسكشن التاني. ملحوظه لما انا بسرع الفيديو انا مش بسرعه في حتت مهمه، انا بسرعه في حتت مثلا بكون بكرر نفس السكشن، بكون بكتب كلمه معينه. ما تحسش ان لما الفيديو بيتسرع ان انت بيفوتك حاجه، انا حرفيا عارف انا بسرعه فين. باقي الهوم بيج مبنية بنفس الفكرة ما عدا السكشن ده. هما بس مخليين بدل ان يكون سكشن واحد كده، لا مخليين فيه تو سكشنز جنب بعض. اقول لك دي تعملها سريعا ازاي وبعدين نخش في النقطة اللي بعد كده عشان ما يكونش كل التركيز على سكشنز بسيطة زي دي اصلا. فانت هتيجي هنا وتدوس add new section وبعدين flex box، وبدل ما هتخليها واحدة هتخليها 2، وبعدين هتيجي تضيف برضو الكونتنت بنفس الشكل وتضيف هنا الكونتنت بنفس الشكل، وهنا هتخليه 100 وهنا برضو هتخليه 100. اللي هتعمله في دي لازم تعمله في دي لان الاتنين لازم يكونوا بنفس الشكل. برضو عشان تعمل شكل كلمة اير ده كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا وتحط الكلمة اللي انت عايز تميزها في السبان كلاس ده سكريبت وورد او ايا كان الكلاس اللي انت عايزه. بس لو عايز الاكواد اللي انا هسيبها لك تشتغل استخدم نفس الكلاسات اللي انا بكتبها. وبعدين هنروح برضو لسي اس اس تاني نعمل امبورت لاي فونت احنا عايزين نستخدمه في الكلمة التانية، وبعدين هتكتب الكود اللي هيخلي الكلمة اللي بين الكلاس ده تاخد الفونت اللي انت عايزه. كل اللي انا كتبته ان انا كتبت الكلاس وكتبت ان الفونت فاميلي تكون الفونت ده وخليت فيه لون مختلف. فتعالى كده نشوف الحتة دي هتتعمل ازاي. بص الفونت اتعمل بالشكل ده، بس ممكن يكون الفونت صغير شوية. فاللي انت هتعمله برضو ان انت هتروح كده للسي اس اس تاني وتخلي هنا في فونت سايز زيادة عن الواحد ب15 مثلا من 100، وتخليه اي ام مش بيكسل لانه هيقارن بالحجم اللي انت حاطه للتايتل الاساسي او للكلمة الاساسية. فلو جيت تبص للشكل كده هتلاقي كلمة اير دلوقتي كبرت. خليني بس اعمل ريفرش هتلاقيها كبرت عن اللي كانت عليه. لو زودت ده برضو طبعا هتلاقيه بيزيد معاك. يعني لو خليت ديت مثلا 1.5 هتلاقيها كبرت برضو. تمام، هي كده مظبوطة. خلينا نكمل باقي الحاجات.
فهتلاقي ان دي النتيجة النهائية معانا في الاخر في الهوم بيج. انا مش هطول عليك في الهوم بيج اكتر من كده لان كلها حاجات متكررة وكلها نفس الافكار. يلا بينا نخش في البيج اللي بعد كده، وهي بيج الابل ووتش. بيكون فيها افكار مميزة اكتر من الهوم بيج طبعا، فهتتعلم فيها حاجات اكتر. لو انت وصلت لحد النقطة ديت اتمنى ان انت تكون مستفاد من الفيديو، واكتب لي في الكومنتس ان انت وصلت لحد هنا. طيب هنخش نعمل بيج جديدة، انا هسميها تي ووتش. انا هبدأ البيج دي من السكشن التاني، يعني خلينا ننزل كده ونبدأ بالجزء ده. فاول حاجه عندنا هنا التايتل. خلينا بس ننقل اي سيكشن كده بحيث ما نبداش كل حاجه من الصفر، يعني يكون معانا الفونتس ويكون معانا الستايل اللي احنا عملناه. طيب السيكشن ده معمول ازاي؟ هما جايبين تايتل على الشمال وفي تحتيه عناصر او في تحتيه البرودكتس بتاعتهم. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي نضيف سيكشن الشكل ده. طيب وتمسح دي، يبقى التايتل هيتضاف هنا والتلات بطاقات هيتضافوا هنا. فدي هتعملها ازاي؟ هتيجي تسحب كونتينر وتخلي الكونتينر ده horizontal وتعمل دبليكيت من الكونتينر ده. كده هنضيف 3 بطاقات هنا. طيب التايتل هنضيفه هنا، ده كده هيكون H1، وهنخلي الهيدلاين ده معمول كده على اليمين وهنكبره شوية بحيث يملى الفراغات اللي جنبه. طبعا هنضيف بادنج فوق وتحت، نخلي البادنج اللي فوق 120 والبادنج اللي تحت برضو 120، ونضيف المسافات بين السكشنز تكون جابس 20. طيب دلوقتي نيجي نعمل بقى الديزاين بتاع الكورد نفسها. الكورد دي معمولة من ايه؟ معمولة من صورة تحتيها تايتل، تحتيها ديسكريبشن او سب تايتل، وبعدين تحتيها السعر وزرارين. فاللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا، وطبعا في انيميشن اما انت بتعمل هافر على الصورة بتعمل الشكل ده. اللي انت هتعمله ان انت هتيجي تضيف صورة هنا، وهتلاقي ان هم ضايفين برضو للصورة دي بوردر راديوس، فانا هضيف نفس البوردر راديوس 25 تقريبا. الجزء اللي بعد كده هو التايتل بتاع كل كارد نفسها، وده طبعا لازم يكون نفس الحجم في كل الكاردز. نيجي للديسكريبشن برضو نفس الحجم، لازم اخد ديسكريبشن واخليه نفس الحجم في كل حاجة. او احنا عندنا الاول سب تايتل، فهاجي من التايتل كده اخلي السب تايتل ده P، هصغره اكتر، وبعدين هاجي للديسكريبشن وهصغره اكتر منهم كلهم. وهنا هنحط بقى الصورة بتاعة الساعة، ناخد برضو لينك الصورة عادي جدا. وبعدين هضيف الزراير اللي الشخص هيدوس عليها لما يشوف المنتج ده. عندي هنا learn more وباي، فهاجي هنا برضو الاول هضيف كونتينر عشان اخلي الزرارين جنب بعض مش تحت بعض. هاجي هنا عشان يبقوا جنب بعض هروح للكونتينر ده واخليه كده واخليه سنتر سنتر. الزرار الاول هخليه كده، هشيل بس الاول الديكوريشن الاندرلاين ده. والتاني ده هنعمل فيه ايه بقى؟ التاني ده هنمسح منه الباك جراوند خالص، يعني هنخليها كده ترانسبيرنت، وهنخلي التايتل نفسه هو اللي لونه اسود او ازرق حسب هم عاملين ايه. مثلا خلينا نخليه زي ما هم عاملين ازرق، نفس الازرق بتاع الباك جراوند اللي جنبه. وبرضو همسح الديكوريشن نون واكتب هنا باي. عشان تحط نفس الايكون اللي هم حاطينها دي هنروح على جوجل ايكونز ونكتب سهم، دي تقريبا نفس الايكون SFG، وهاخد الايكون دي ارفعها هنا upload SFG واديلها اللون ده نفس لون التكست بالظبط. بوم، انت كده عملت نفس السكشن اللي هم عاملينه في جزء الابل ووتش. ناقص ايه هنا؟ ناقص ان انت تضيف الانيميشنز بتاعت ان انت لما تعمل هافر على الصورة تعمل زوم ان معاك. تعمل ده ازاي؟ هتروح هنا للترانسفورم، وعلى التابة بتاعت نورمال هتخلي السكيل تدوس بس على القلم كده وما تعملش حاجة، وبعدين تروح للتابة بتاعت هافر وتخلي السكيل 1 بوينت مثلا 2، لا كده كبيرة قوي فهتخليها 1.1 او اقل كمان، يعني 1.05. جميل. وهتنقل باقي الانيميشنز ديت على باقي الصور، هتلاقي ان الانيميشنز بتتعمل بشكل سلس جدا برضه. بس فده كده كان اول سيكشن في البيج بتاعت الابل ووتش. خلينا نشوف ايه السيكشنز التانية اللي عندنا بعد كده. عندنا سيكشن تاني نفس الستايل، في تايتل هنا وبعدين في هنا بطاقات.
بس الكونتنت مختلف فيها شويه. فتعالوا نعمل السكشن ده. انا الاول هقلل بس البادنج هنا شويه لان هو مبالغ فيه، اخليه مثلا 90. وبعدين هعمل نسخه من السكشن ده. اول حاجه مهم اعملها ان انا اخد التايتل ده اخليه H2 لان ما ينفعش يكون فيه اتنين H1 في نفس البيج، واصغر التايتل شويه لانه مبقاش التايتل الرئيسي. وهكتب كونتنت كتير برضو بحيث ناخد نفس الشكل ده. هبدأ أظبط التايتل ده على الستايل الجديد. يعني هنا مثلا محتاجين نزود العرض شوية، وهنا محتاجين نخلي التايتل ده اللاين هايت بتاعه أكبر شوية. فأجي هنا أخلي دي اي ام وأخليها 1 بوينت مثلا 3. هنبدل بس البراندنج بتاعنا. طيب نيجي بقى نعمل الديزاين بتاع البطاقات دي. أول حاجة عندنا هنا سب تايتل وعندنا تايتل وعندنا ديسكريبشن وصورة. عشان تعمل ده الموضوع في غاية البساطة. أول حاجة تعالوا نمسح الانيميشنز اللي هنا، يعني هنعمله من نفس الكورد بالظبط. هتيجي بس تمسح الانيميشنز وتيجي هنا تدي الكونتينر نفسه باك جراوند. هم عاملين هنا ان السكشن الاساسي ده لونه كريمي شويه، فانت هتخلي ده باللون ده. وبعدين هتيجي للكورد نفسها، كل كورد بقى تخلي اللون بتاعها ابيض. فاجي هنا للباك جراوند واخلي الجزء ده ابيض. وبعدين هاجي للبوردر واخلي فيه بوردر 25 برضه. هلاقي ان في هنا بادنج بين الكورد وبين الكونتنت اللي جواه. فاجي هنا اعمل نفس الحاجه، اروح لادفانسد واخلي دي 20 بكسل. تعالى بقى نعمل نفس طريقه الكونتنت ده. انت عندك اول حاجه فوق في سب تايتل، فانا همسح دي في البدايه بس وارفع السب تايتل فوق واخليه على الشمال مش في السنتر، اصغره شويه. وهنا التايتل اخليه برضو على الشمال عشان انزل بالسطر زي ما هم عاملين كده. هكتب بي ار فده هينزلني على السطر اللي بعده. وبرضو التايتل ده هخلي اللاين هايت فيه اي ام واخليه 1.3 مثلا. بس كده كده التايتل دون. عندي بقى الديسكريبشن نفس الكلام هخليه على الشمال وانقل نفس الكونتنت ده واكبر الديسكريبشن بس شويه. بس كده فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نضيف الصوره. ازاي بقى تضيف الصوره تحت كده؟ اللي انت هتعمله ان انت هتضيف السب تايتل والتايتل والديسكريبشن في كونتينر. حلو. هنقل فيه كده الكونتنت وامسح البادنج بتاعه. وبعدين هتضيف بقى صوره. طيب انا ليه عملت كده؟ عشان اروح بقى للكورد الاساسيه واقول له سبيس بتوين، فيقوم جاي ناقل لي الصوره هي اللي تحت خالص. وبعدين تضيف الصوره اللي انت عايزها هنا بقى. عشان تعمل تأثير الزوم ده برضو نفس الفكرة. هتروح للكورد اللي انت عايز تعمل عليها الافكت ده وتروح لترانسفورم وتعمل نفس زي ما عملنا في الصورة هنا. وطبعا هتبدأ تضيف الصور بتاعتك هنا فيطلع معاك نفس الشكل ده بالظبط. طبعا انا ركزت في الفيديو ده على نسخة الديسكتوب لان احنا لو كنا فضلنا نعيد نسخة الموبايل بالكامل هياخد مننا وقت كبير جدا والفيديو هيكون ممل. بس طبعا ان الويب سايت يكون ريسبونسيف دي مش حاجة اوبشنال، انت لازم تخلي الويب سايت ريسبونسيف. فخلينا كده سريعا نمر نشوف الدنيا على الموبايل عاملة ازاي. اول حاجة في الهيدر طبعا اخفي المنيو دي تماما، روح للريسبونسيف واخفيها على الموبايل. وبرضه عشان الحاجات تختفي قدامنا روح ليوزر بريفرنسز واعمل كده ان هو ما يظهرلكش العناصر اللي انت خفيها. وبعدين ارجع تاني للسكشن الاساسي واختار الاوبشن ده بحيث اللوجو يكون جنب السيرش بار. وبعدين ظبط ان الايكون دي تكون في بداية الكونتينر. واعمل كده بادنج على الموبايل 20 وفوق 8 او 9 وتحت 9. بس ده كده بالنسبة للهيدر سريعا. طبعا بالنسبة للهوم بيج على الموبايل تعال نشوفها عاملة ازاي. اغلب الحاجات مظبوطة، بس تعال نصغر التايتل ده شوية. طبعا هنخليه 40 مثلا، ونصغر الديسكريبشن نخليه 20 او اصغر كمان. تعالى نظبط برضو الصورة، طبعا مش متظبطة، دي اكتر حاجة بايظة هنا. ابل طبعا عاملين نسخة صورة للموبايل ونسخة صورة للديسكتوب، فاحنا هناخد الصورة دي كده ونغير نسخة الموبايل هتلاقيها ظبطت اكتر. هنزود بس ارتفاع السكشن الاساسي. طيب السكشن اللي بعده نفس الكلام، هتظبط فيه نفس الحاجات اللي احنا ظبطناها في السكشن الاول. دي كده النتيجة النهائية اللي احنا وصلنا لها.
طبعا اهم حاجة انت هتخرج بيها من الفيديو ده هي طريقة التفكير نفسها، زي ما قلنا ان انت لو انت فاهم اساسيات الويب ديزاين هتقدر تعمل اي حاجة انت عايزها، وهتقدر تطلع الويب سايت بالشكل اللي انت عايزه فعلا. طبعا لو انت مهتم بالسلسلة ديت ما تنساش تكتب لي في الكومنتس وقول لي ايه الويب سايت اللي نعمله الفيديو الجاي، وقول لي لو في اجزاء معينة انت حابب نتعمق فيها في الفيديوز الجاية. طبعا هتلاقي اي لينك او اي كود او اي حاجة انا استخدمتها في الفيديو موجودة في البايو. ما تنساش تشترك في الشانل واعمل لايك للفيديو ده لو افادك، وبالتوفيق.